للجهاد، كنت نميل يعني الحب يعني حسب مرة فلسطين، حسب مرة يعني الأحوال الأمة. فيعني أي مسلم يعني عنده الغير، عنده نزعة هذيك على بلدان المسلمين، على إخوانه، على كذا. فهذا هو يعني الأمر الأول والمهم في الشيء. يعني ما تمش غسل دماغي كما قالوا، وهذا غير صحيح، وهذا هو يعني من الأول. باهي يا حمزة، أنت مشيت على نفقتك الخاصة وإلا فما جهة أخرى أعطتك أموال باش سافرت ومشيت لسوريا وتنقلت للجهاد؟ بالضبط. يعني سمعت زادة كيف يعني ديما كل شيء نسمع، ديما كل شيء إشاعات من الإعلام من غير ما يثبتوا، من غير ما يشوفوا المصادر. هذا غير صحيح بالطبيعة. مشيت على حسابي الخاص، يعني لميت شوية فلوس منا ومنا كذا. قديش؟ تقريبا قول في المليون تقريبا كيك. مليون تقريبا كيك، شوي مصاريف شوي كذا. كيفاش مشيت؟ عن طريق تونس تركيا مباشرة؟ تركيا تونس وين مشيت؟ مشيت عن طريق البر، خذيت لواج مع رفيقي، فهمت. مشيت معاه اللواج الليبيا، من ليبيا خذيت طيارة لتركيا، من تركيا لأنطاكيا، ومن أنطاكيا يعني دخلنا غاديك. وقداش قعدت حمزة غاديك في سوريا؟ قداش من نهار؟ تقريبا وصلت أنا نهار لحد، وروحت نهار السبت، يعني أنو تقريبا جمعة تقريبا اللي فات. يعني جمعة تقريبا كيك. حمزة، سؤال، سوريا من بعيد وسوريا عن قرب، شنو الفرق؟ والله فرق كبير برشا، فرق كبير برشا. حسب ما نشوفه كما قلت لك لهنا، يعني تشويه بصفة غريبة، جهاد نكاح، يعني أموال تجار دين، غسل أدمغة، تمشي غاديك يعني مخالف تماما لما تسمع لهنا. أنت مشيت لسوريا بعد الكلمة الشهيرة لأبي عياض بأنه يحض الشباب التونسي على عدم السفر إلى سوريا. نعم، كيف ترى موقفك من قول أبي عياض؟ والله بالنسبة للشيخ أبو عياض، لو كان تسمع الكلمة يعني بالقداء وتوضحها، قال يعني في أول أمر قال يعني الجهاد هو شرع، وفصلها يعني تأصيليا وكذا كذا، ولكن قال اجتهادا منه، يعني اجتهادا منه قال الأولى أنكم تقعدوا، فهمت. ولكن يعني الشخص يعني اللي يرى بغير هذا اجتهاد منه، كان النبي صلى الله عليه وسلم حرض يعني وقال بفضل الجهاد، بفضل يعني دعم الإخوة في الشام، يعني ذكرت أحاديث كثيرة، فهمت. فيعني واحد اجتهاد من نفسه كونه مشى لغاديك، يعني ما يخالفش هذا أمر الشيخ أبو عياض. باهي حمزة، كيف مشيت لسوريا وين أقمت غاديك؟ فين قعدت؟ شكون تلهى بيك؟ فين مشيت بالضبط؟ من الأول كما قلت لك، يعني مشيت مع رفيقي غاديك، استقبلون جبهة النصر، مشيت معاهم غاديك، قعدنا معهم تقريبا كما قلت لك جمعة، يعني استقبلونا استقبال مشرف يعني الحقيقة، وأحسنونا يعني إحسان وأكرمونا بالكدا، يعني حتى تعرضت الحادث غاديك عابر، يعني طحت، فهمت. فجابوا لي طبيب عالجوني، يعني الحمد لله، يعني مريت منهم كان الخير. حمزة، أنت مشيت بدون إذن عائلتك، شاهدنا شقيقك على قناة التونسية يترجاك وربما وصل حد البكاء. كيف ترى ذهابك بدون إذن العائلة وبدون موافقة أهل دارك، يعني بيتك؟ صحيح. بالنسبة يعني عندها شيئين، هذا يمكن شرعيا في جهاد الطلب، في جهاد الدفع، يعني من غير استشارة الوالدين يكون، ولو كان هو الأفضل يعني استشارتهم، ولكن في حالة إذا كان مش منعوه كذا فالأولى يعني أنك تمشي. هذا من الشق. الشق الثاني، أنا حبيت يعني من خلال مشيني غادي نوصل رسالة للعالم، نوصل رسالة للناس، كونه يعني أغيث الشعب السوري، يعني إبادة غاديك جماعية، يعني بصراحة يعني حسب ما ترى الانترنت، ترى التيلي، يعني مجازر كل يوم، يعني. انت كنت مبرمج، سامحني، كنت مبرمج تمشي تقعد جمعة وقت معين، ولا كنت ناوي تقعد ما تروحش؟ هو والله من الاول يمكن كنت حبيت نقعد مدة من بعد نروح، ولكن يعني تفاجأت غاديك باشخاص يعني مسؤولين على جبهة النصر كانوا ما وافقوش باش نقعد معاه، راهو يعني وضعي الصحي، فهمتوا، يعني وضعي الصحي راهو، وقالوا لي يعني الاولى انك تروح. قررت بمفردك تروح؟ هم نصحوني، يعني هم اولى، يعني هم يعرفوا الواقع نتاعهم ونصحوني كوني نروح. علاش مع شكون كان عندك اتصال قبل ما تمشي؟ ما اظنش مشيت بدون ادنى تخطيط وبدون ادنى علاقه. مشيت كما قلت لك مع صاحبي اذا عنده اتصال بشكون غاديك توانسه، فهمت، هو يعني نسقوا مع بعضهم ودخلنا يعني عادي يعني دخلنا. باهي سامحني حمزه، فما برشا توانسه غادي وين مشيت انت؟ والله حسب ما مشيت غاديك يعني مختلفين الجنسيات، فما من امريكا شفت من فرنسا، شفت من تونس، شفت من الجزائر، المغرب.
يعني مش برشا يعني وبالحق كيف ما نسمعوا في وسائل الاعلام قاعدين يتعرضوا يعني للتعنيف وحكايات اخرى يعني. والله حسب ما شفت انا غاديك قعدت معهم يعني حاولت يعني نشوفهم اللي قاعدين مثلا عام 8 اشهر، حبيت نشوفهم شنو هي احوالهم كيفاش كذا، فكانوا يعني فرحانين يعني ما كانتش عليهم ظاهرة كونهم متعذبوا، كونه بالعكس يعني كانوا فرحانين يلعبوا الكورة غاديك يعني يمارسوا في حياتهم اليومية عادي يعني. انت المنطقة اللي كنت فيها منطقة حرب وصدام جبهة ولا بعيدة عن المنطقة؟ لا كنت في منطقة بعيدة عن الحرب يعني. ما سمعتش لا قتال لا قنابل؟ لا منطقة آمنة غاديك يعني ما ريت حتى شيء. باهي حمزة سامحني، انت من ذوي الحاجيات الخصوصية وانت كي مشيت يعني لسوريا على اساس انك باش تجاهد، طريقة الجهاد بتاعك كيفاش خممت انك باش تمشي تجاهد وانت يعني بين ظفرين يعني من ذوي الحاجيات الخصوصيه، خاصه واني هذه تقترن بان سمعناك انه هزوك لسوريا على اساس انك باش تقوم بعمليات تفجير. بالنسبه لدي ما فهمتش المصدر نتاعو وشكون اللي قال، والله اعلم يعني. الاصل كونك تسال صاحب يعني الخبر، واحنا نسالوا فيك باش انت تصحح لنا مباشره على الهواء قدام الناس. انا مشيت الاهم شيء هو كما قلت لك يعني رساله للعالم ورساله للناس كونه يعني ينصروا الشعب السوري. والجهاد يعني مش لازم يكون كما بحمل السلاح، الجهاد تنجم تمشي غاديك تعالج يعني. شفت غاديك في المخيمات الناس توانسه وناس مخلطه يمشيوا، منهم الاستاذ منهم الطبيب منهم يعني الاعلام يعني. ما الجهاد ما يكونش كان بالسلاح، يكون يعني فما انواع كثيره من الجهاد. انت سامحني وقت اللي قررت باش ترجع انت قلت معناها اصبت غادي وقالوا لك معناها على اساس لازمك ترجع لتونس على خاطر وضعيتك الصحيه تعبه شوي. هذا هو السبب اللي خلاك ترجع والا سمعت النداء تاع العائله بتاعك وخاصه اخوك اقبال في عدد من وسائل الاعلام وقت اللي عمل نداء باش انت ترجع؟ واضح يعني. ولا الاثنين مع بعض؟ كنت في اتصال دائم مع اختي انا يعني عندي تليفون، كنت في اتصال دائم وتقريبا نهار الاثنين نهار الاحد وصلت نهار الاثنين كلمته قلت لها راني باش نرجع يعني قبل اصلا خويا ما يخرج على وسائل الاعلام، قبل ما يعرف قبل كل شيء. فيعني تمت الموافقه من وقتها يعني ما عنده حتى تاثير الاعلام على رجوعي. باهي يعطيك الصحة حمزة، كان عندك كلمة أخيرة تحب تقولها للمشاهدين مباشرة من خلال برنامج ما وراء الحدث على القناة الوطنية الثانية، اتفضل. بالنسبة فما أنواع شبهات سمعت زادة كونه فما جهاد نكاح، فهمت غاديك هذا بصراحة ننكره جملة وتفصيلا. مش موجود هذا مش موجود جملة أصلا غاديك. أنا مشيت ما لقيت حتى طفلة يعني كلهم رجال غاديك كلهم رجال يعني. فهمتش كيفاش يعني سياسة تشويه الإعلام ديما يعني ما فماش بنات كلك سوا معناها تونسيات أو يعني من جنسيات أخرى؟ ما فماش. لا ما شفتش أنا ما شفتش وننكر هذا بالطبيعة. حتى سألت غاديك شكون هكا قال لي ما فهمش منين جابوها الحكاية. هذا بالنسبة لجبهة النصرة يعني الله أعلم معناتها بالجماعات الأخرى. يعطيك الصحة حمزة بن رجب، كنت حاضر معنا مباشرة من خلال برنامج ما وراء الحدث.